في درب العاصمة التونسية الأكثر إثارة منذ سنوات بحكم التنافس طرفيه على التتويج بلقب الدوري قبل 3 جولات من نهاية السباق، نجح الترجي الرياضي في تحقيق فوز ثمين على غريمه النادي الأفريقي ليتشارك بذلك مركز الصدارة مع الاتحاد المنستيري. مراسلنا نافع بن عاشور التفاصيل. خلصت إثارة الموسم الكروي الحالي في تونس مع تنافس أكثر من فريق على التتويج بلقب الدوري. الديربي الإفريقي والترجي من برود لازمه منذ أكثر من 10 سنوات بمفعول قرار الاكتفاء بحضور جماهير الفريق المضيف فقط، فحوار الجارين اللدودين قبل 3 جولات من نهاية سباق الدوري التونسي كان مفتوحا على كل الاحتمالات، مع أفضلية عاملي الأرض والجمهور للإفريقي، وأيضا غياب نجم الترجي يوسف البليلي بداعي العقوبة التأديبية. ولأن الديربي لا يعترف بالأحكام المسبقة، حسم الترجي المواجهة ب3 أهداف ل1 لتعود الفرحة إلى جماهيره الغاضبة منذ خروج الفريق من ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا. المباراة هذه ما يخفاكش حبينا نصالحوا فيها مع الأنصار تاعنا، سورتو بعد الديسيبسيون تاع تشامبيونز ليغ. الله غالب، حتى ماتش تشامبيونز ليغ عملنا اللي علينا، حتى اصحابي الكل عملوا اللي عليهم، ما وفقناش ربي. اليوم رانا ربحنا واليوم يخرجوا آلاف تاعنا اليوم ان شاء الله. كنا في المستوى اليوم، اذا اللي حضرنا ماتشنا كما يلزم، حضرنا مباراتنا على جميع المستويات. كانت مباراة نتاع 6 نقاط من فئة 6 نقاط، نحن كنا متقدمين على النادي الافريقي 3 نقاط، يعني كان مهم برشا ان نخليوها نفس المسافة بيناتنا. والاتحاد المنستيري بس ربح اليوم، دونك نتصور اليوم عملنا المباراة اللي يلزمنا نعملوها. بعد أن استيقظت حمراء وبيضاء على ألوان النادي الإفريقي بوصفه المستضيف في الديربي، العاصمة التونسية نامت على اللونين الأحمر والأصفر بعد فوز الترجي وتعزيزه لمركزه في صدارة الدوري التونسي. نافع بن عاشور، بي إن سبورتس، تونس.